السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. اهلا بيكم في فيديو جديد في يلا مع علاء. لو انت اول مره تشوف الفيديو عجبك يا ريت ما تنسانيش باجمل لايك وشير وسبسكرايب واشترك في قناتي. ولو انت او انت من المتابعين اشكركم على الثقه الغاليه ديت. النهارده الاثنين وزي ما احنا عارفين كل يوم الاثنين واربع هيبقى في حلقه جديده من حلقات اعرف. في كتاب جميل جدا انصح الكل انه يقراه اسمه كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الناس بالمكالمه. اتكلم الحلقة اللي فاتت كانت بعنوان ما تجادلش، واتكلمنا فيها عن أول قاعدة من قواعد ازاي تقرب أو تكسب الناس بيهم لطريقة تفكيرك. وقلنا فكرة مهمة جدا وهي حاول تتجنب الجدال دايما عشان محدش هيعترف انه غلط. هنتكلم النهاردة في حلقة جديدة من حلقات اعرف عن تاني قاعدة من القواعد ال 12 اللي هي ازاي تكسب الناس بيهم وتقربهم لطريقة تفكيرك. وبتقول احترم آراء الشخص الآخر ولا تقل لأحد إنه مخطئ. بعنوان ما تغلطش. يلا بسرعة نبتدي حلقة النهاردة يا شباب. أنت ممكن بمنتهى السهولة تقول للي قدامك إنه غلطان، بس تفتكر إنه هيوافقك. تبقى قابلني. ده مش بعيد هو اللي يطلعك أنت اللي غلطان، مع انه هو اللي غلطان، بس لازم يعمل كده عشان يدافع عن نفسه، ويمكن يكون ده من حقه. بص، ما تبدأش كلامك بنوع من انواع التحدي الصريح، زي مثلا ايه؟ هفهمك، هتشوف، هثبت لك اني صح. كل الكلام دوت كأنك بالظبط بتقول له انا اذكى منك يا غبي. وده يعتبر تحدي صريح منك، هيصير العناد والخناق بينكم حتى من قبل ما تبدأوا الكلام. تخيل. ودي حقيقة فعلا انك مهما كنت صح بنسبة 100% صعب تغير آراء الناس اللي قدامك. فليه تصعب المأمورية اكتر ما هي اصلا صعبة، وتخلي نفسك انت المشكلة مش الحل؟ لو انت عايز تعمل كده ما تظهرش ده بشكل مباشر. في طرق كتير جدا ممكن تعمل كده بيها. وصل دايما فكرتك او كلامك بنوع من انواع الفن من غير ما هو يحس. احفظ القاعدة اللي هقولك عليها دي كويس جدا. كن اكثر الناس حكمة اذا استطعت، ولكن لا تقل لهم ذلك. هقولك على مفاتيح سحرية لو عملت بيهم تقدر تكسب بيهم اي موضوع. انا عندي رأي تاني يمكن يكون غلط، وغالبا ببقى غلط، ولو غلط صحح لي. اللي انت هتقوله الكلام دوت عمره ما هيعترض عليك ابدا. ليه؟ لانه حس ان كلامك ممكن يبقى فيه صح او غلط، وانك مش بتقوله اني اذكى منك او انت غلطان، عشان احنا زي ما قلنا محدش بيعترف بغلطه، هيبتدي يسمع لك للاخر. فانت كده جبرته انه يسمعك. وضحت الفكرة؟ فاحب اقرا لكم الفقرة دي من الكتاب، فقرة جميلة جدا وبتقول ان قليلين من الناس هم المنطقيون. قليل من الناس للأسف اللي بتفكر بعقلها قبل عواطفها، ومعظمنا متحاملون ومتحيزون. متحاملون على غيرنا او نجيب الغلط على غيرنا، ومتحيزين لافكارنا احنا. ومعظمنا مصابون بآفة الافكار المسبقة. بنفكر كتير. ليه؟ نفكر في 100 خطوة ونشغل عقلنا وتفكيرنا. كفاية خطوة واحدة بس. وبالغيرة والشك والخوف والحسد والكبرياء. وكذلك معظم الناس لا يريدون تغيير أفكارهم الدينية أو أي فكرة مهما كانت، وهكذا. عندما نكون مخطئين ربما نعترف بذلك لأنفسنا، وإذا ما واجهنا أحد بلطف ودبلوماسية ربما اعترفنا بذلك أمام الآخرين. ولكن الأمر ليس كذلك إذا حاول أحد أن يفرض علينا رأيه بالقوة، وهو أمر كريه إلى نفوسنا.
وزي ما قال سيدنا عيسى عليه السلام من 19 قرن فات: وافق خصمك على الفور. او بمعنى تاني ما تجادلش عميل في شغلك، او تجادل مراتك، او تجادلي جوزك، او حتى تجادل خصمك. ما تقولهوش انه غلطان او توتره. استخدم دايما ده احسن عقل، احسن سلاح، احسن فكرة هي اللي هتوصلك اللي انت عايزه. خليك دبلوماسي، ده هيساعدك توصل اسرع لهدفك. ده لو عايز تكسب وتقرب الناس لطريقة تفكيرك. يبقى لازم، واوعى تنسى القاعدة رقم 2 اللي بتقول: احترم اراء الشخص الاخر ولا تقل لاحد انه مخطئ. ده يا شباب كان موضوع حلقة النهاردة. اتمنى يا رب ما كنتش طولت عليكم، واتمنى اكتر اكون قدرت اساعد او افيد اي حد بيتفرج على حلقة النهاردة ولو بشكل بسيط جدا. اشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي في حلقة جديدة من حلقات اعرف. ده كان فيديو النهاردة يا شباب، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت تبخلوش عليا باغلى واحلى واعظم لايك وشير وسبسكرايب وتشترك في قناتي، والاهم من كده انك تشترك معايا دلوقتي في الحلم، عشان انت او انتي بقيتوا جزء من حلم عظيم. ده كان فيديو النهاردة، اشوفكم بكرة فيديو جديد وحلقة جديدة ويلا جديدة في يلا مع علاء. Stay positive you asa. السلام عليكم.